السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة وجبة سحور، وجبة قيمة غذائية متكاملة، فول وبيض وجبنة، بطعم المطعم. آه، طعمها لذيذ جدا. هنعمل النهاردة فول في الطاسة، فول بالبيض والجبنة الموتزاريلا. شايفين بقى المنظر، وطعمها فعلا تحفة جدا زي بتاعة المطعم بالظبط، بس الفرق ان هي معمولة في البيت، سحور كده على اعلى مستوى. معانا كده طاسة وبصلاية كده متوسطة، وفلفل اخضر، نديهم كده تشويحة مع الزيت. لما البصل والفلفل يدبلوا زي ما هنشوف دلوقتي، وفص توم او فصين توم كده كبار مهروسين. يا ريت ما ننساش نشترك في القناه ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. طماطمايه كبيره او طماطمتين صغيرين متقطعين كده قطع، وبهارات بقى فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، ملح، ونص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه. ندوب كده اول ما تبدا تغلي معانا المكونات دي مع الميه، هنضيف الفول. هحط لكم اللينك بتاع الفول، طريقة جميلة جدا بتاعة الفول. يعني طريقة جميلة، مش هتشتري الفول من بره مستحيل لما تعمليه بالطريقة دي. ههرسه طبعا بالشوكة كده بالمنظر دوت او بأي حاجة. معايا 4 بيضات، هحطهم على الوش كده بالمنظر دوت. طبعا الوجبة دي تكفي 4 أفراد، وهغطيها لمدة دقيقة كده قبل ما احط الجبنة الموتزاريلا. الجبنة الموتزاريلا هحطها على الوش، وبعدين هوطي عليه النار، واسيبه كده لما البيض يستوي والجبنة تسيح. طعمه رهيب جدا، انصحكم تجربوه. سحور رمضاني كده، حاجة مميزة. احنا هنسويه النهاردة على النار، ممكن نحطه في طاجن ونسويه في الفرن زي ما نحب. هنغطيه واحطه على شعلة صغيرة واوطي عليه لما البيض يستوي خالص. ده شكلها معانا بعد ما الجبنة ساحت والبيض استوى كده، جاهزة معانا على السحور. أتمنى الوصفة تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.